راجعه من بره، والنهارده كنت صايمه ولحد دلوقتي ما فطرتش. فتعالوا هنعمل طاجن خضار باللحمه، وهستنى لحد ما يستوي عشان افطر. انا يا دوب بس كلت حاجه بسيطه، سندويشه حاجه بسيطه، فهستنى الطاجن ده على نار. تعالوا نشوف هنعمل ايه بالظبط. مش عارفه، احنا في مصر بنسميه تقريبا كورلي على ما اتذكر، فانا مش عارفه انتوا بتسموه ايه في بلدكم. اوكي، فهنحط مثلا جزر وبطاطس، وحط عليه فلفل، ونحط ايه تاني، بصل. بس تقريبا البصل ده كتير شويتين، فمش هحطه كله. اوكي، ونحط طماطم كمان. الطماطم كتيره شويه، حسيت الطاجن صغير شويه. الطاجن اصغر شويه. ونحط عليه توم، دول 4 فصوص توم. اوكي، برضو كمان مش هحطه كله، يعني حسيت الطاجن اصغر، مش عارفه، مش بقدر دايما الكميه. المهم هحط، اجي حاطه عليه بقى ايه، بابريكا. تمام، احط عليه ملح، واحط عليه فلفل اسمر كتير عشان بحب الفلفل الاسمر قوي. الوحيد اللي عامله له الفتحه بتاعته الكبيره كده بحيث ينزل بقى كتير. حط كتير النهارده في الكورس. اوه ماي جاد، هحكي لكم على حاجه بس كده وانا بعمل. احط عليه صلصه، حوالي كده معلقتين صلصه. احط عليه زيت الاول، زيت زيتون. بالمناسبه اللي عايش في المانيا، الزيت ده افضل زيت زيتون تقريبا ممكن تجيبوه. كانوا عاملين له زي تفضيلات كده، اللي هو هما ثلاثة افضل زيت زيتون هنا في المانيا. ده واحد منهم، ده اللي هو بتاع الدي، وفي واحد بتاع دي ام، والتالت بتاع ريفا. دول افضل 3 زيت زيتون هنا ممكن يتجابوا. المفروض احط بقى عليه دي، بصوا دي، مش هحط كتير عشان المفروض الخضار بينزل الميه بتاعته. المفروض انا مش هحط اصلا، بس انا هحط. بحب اللي تبقى كده جوسي شويه. اقلبها بقى، قلب 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 قلب. النهارده كنت غلبانه قوي في الكورس، كنت طيبه قوي. لما ببقى صايمه ببقى غلبانه قوي بجد، ببقى هاديه، صوتي واطي. هما بيفكروني طيبه، بس انا ببقى مفرهده عشان جعانه. فكنت طيبه قوي والله في الكورس النهارده، لدرجه ان كان في واحده كان المفروض ارد عليها رد كده يضايقها شويه، بس ما ردتش عليه حاجه تضايقها. ليه بقى؟ عشان كنت مفرهده، مش عشان انا مؤدبه ولا حاجه. وهجيلها بقى في يوم تاني اكون فتره، وبعدين مش عايزه اشيل ذنوب عليها اصلا. البنت دي دايما بتحب ايه، تنكشني كده في الكورس. بس ايه بقى، انا مش بسمح لحد يدوس لي على طرف. يعني احنا مش خناقات، بس كده يعني بنناكب في بعض. المهم انا بحط لحمه. اللحمه دي المفروض انها يعني شبه مستويه، خليها تكمل تسويه مع باقي الاكل، مع باقي الخضار. يا اختي، يا سلام يا سلام. اكاد احط اللحمه دي فين؟ يا كده بقى الطاجن بتاعنا تيك جاهز. هنغطيه بقى بورق زبده، وبعدين عليها ورق فويل عشان ما ينفعش تحطوا الالومنيوم على طول على البتاع عشان ما يطلعش مواد ضاره. واحطه في الفرن وارجع لكم بعد ما يستوي. خلصت. وفي خبرين، واحد حلو ان شكل الطاجن شكله لذيذ، لسه ما دقتوش بس شكله ابن ناس يعني. وفي خبر وحش، اني نسيت اعمل رز على ما يستوي ده، فانا مش بعرف اكل من غير رز. فانا بدل ما هاكل دلوقتي وانا اصلا ميته جوع، فبدل ما هقعد هاكل، لا ده انا هروح اعمل رز بقى. بس استنى اوريكم. بصوا، الاكل مستوي مستوي مستوي، واللحمه مستويه.